الملك محمد السادس ما غتيقوش شنو دار اليوم. التفاصيل إخبارية عاجلة وردتنا قبل لحظات قليلة، هامة ومفاجئة وعاجلة لكافة المغاربة بدون استثناء. ديما محمد السادس الله يعزه وينصره. وردتنا قبل لحظات أخبار مفاجئة هامة وعاجلة عن جلالة الملك محمد السادس لصفحتنا هذه كازاوية نيوز، لنتعرف عن هذه التفاصيل الإخبارية العاجلة والحصرية. ولكن بلاتي بعجاله قبل ما نبداو في التفاصيل الاخباريه اللي وردتنا غير دابا، ما تنساوش الاعجاب بالفيديو، الاشتراك على كازاوية نيوز باش تتوصلوا بجديد اخبارنا المغربيه. ساكون سعيده بذلك. فقط سهله، فعلوا زر الجرس باش تكونوا اول من يتوصل باشعار اخبارنا المغربيه. معكم دائما انا كازاوية نيوز، وشكرا لكم. والان الى التفاصيل. علم موقعنا من مصادر جد موثوقة اليوم أن جلالة الملك محمد السادس شوهد اليوم وهو يقوم بجولة شخصية بعدد من شوارع مدينة الرباط. أضافت مصادر الموقع أيضا أن الجولة كانت وسط المدينة ونواحي المنطقة الساحلية ومناطق أخرى قرب حي الرياض وحي السوسي. وبخصوص جلالة الملك محمد السادس فكان في جولة شخصية، بمعنى بدون رجال الحراسة. شكرا لجلالة الملك محمد السادس على تواضعه الكبير هذا مع الشعب المغربي. ملكنا الغالي، الملك الوحيد بالعالم بأسره، الذي يبدأ خطاباته الشريفة بعبارة شعبي العزيز. نحن نفتخر بجلالة الملك محمد السادس دائما. ديما الملك محمد السادس وديما مغرب. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما قلت لكم قبل من هذا الفيديو انه كيزف واحد الخبر جديد مفرح بزاف غادي يفرح جميع المغاربه. هذاك الاجراء الاستثنائي اللي قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هاد المره، اللي هو اجراء استثنائي، بحيث اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه سيقوم بشكل استثنائي بصرف المعاشات الخاصه بشهر يونيو، هذا الشهر اللي احنا بديناه الان مقدما، وذلك قبل يوم 24 من نفس الشهر. وذلك جاء بمناسبة، أو هذه المبادرة الطيبة جاءت بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، باش كل شيء يحتفل بعيد الأضحى وفي أحسن الظروف. شكرا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذه البادرة هذه الطيبة اللي كانت مناسبة جدا مع اقتراب عيد الأضحى. فهي جاءت بمناسبة عيد الأضحى، وهو إجراء استثنائي بمعنى أنه له ارتباط مباشر بعيد الأضحى بالمغرب. وبخصوص هذا الموضوع هذا، رئيس الحكومة خرج بتصريح أو تاني جديد كيطمن المغاربة بخصوص توفر أو أن الأضاحي متوفرة في السوق الآن، وأيضا بأثمنة مناسبة وكتناسب القدرة الشرائية ديال المواطن المغربي البسيط والفقير. كل شيء غادي يكون بخير إن شاء الله وعلى خير.